اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج الرئيس. الحقيقه في سؤال جه على بالي كده وانا قاعد بفكر، هو ليه في العمليه الانتخابيه عندنا السنه دي انتخابات 2024 اللي هي 5 انتخابات رئاسيه متعدده، ليه مفيش ولا مرشح مصري واحد مسيحي الديانه اتقدم للانتخابات؟ لا المره دي ولا المرات الاربعه اللي فاتوا. طب المرات الاربعه اللي فاتوا كان في كتير من اللغط وكان في حاجات كتير واحداث كتير، بس السنه دي او المره دي الدنيا مرتاحه جدا. انا الحقيقه كنت متوقع ان يبقى في عندنا مرشح مسيحي. طيب نتكلم بصراحه شويه، احنا رايحين للدوله المدنيه ومهم جدا انه لازم يبقى عندنا في مرشح موجود مسيحي الديانه، علشان في الدوله المدنيه مفيش فرق بين المواطن والمواطن، لا على اساس ديني ولا على اساس عرقي ولا اي اسس تانية، كلنا مصريين. وجود مرشح مسيحي في الانتخابات الرئاسيه هيكون ليه تاثير ايجابي كبير جدا على طريق المدنيه. يعني خلونا نتكلم مع بعض بصراحه، ان احنا اكيد ان السبب الاول طبعا ان في بعض الاراء الدينيه اللي بتقول انه ما ينفعش حد مسيحي الديانه يتولى رئاسه الجمهوريه او يتولى الامر يعني. طيب ما هو نفس الاراء دي بتقول ان ما ينفعش المراه تتولى الحكم، ومع ذلك في سيدات بيحاولوا يدخلوا الانتخابات. فيعني الحاجه دي ما هياش يعني ليها المفروض تاثير كبير، وحتى لو موجود ليها اصل احنا مش المفروض ان احنا ناخد بيها دلوقتي. الحاجه الثانيه انه ممكن ما يكونش ضامن ان هو ياخد نسبه كبيره من الاصوات، لكن يعني ده ممكن، بس شايف ان هو ده اللي ممكن يبقى عائق. يعني لازم حد ياخد الخطوه ولازم حد يترشح، زي ما في ستات اترشحت قبل كده مره او اتنين، هم لسه يعني ما استكملوش اوراقهم، بس كمان ممكن يكون عندنا مرشح مسيحي، لان ده بيرسخ للمستقبل وبيمهد لطريق الدوله المدنيه. على فكره انا شخصيا شايف ان ممكن مرشح مسيحي على مقعد الرئاسه ياخد اصوات اكتر بكتير من المرشحين بتوع المعارضه اللي فكروا، او يعني المرشحين المحتملين لغايه دلوقتي، خصوصا لو شخصيه كويسه ومقدم برنامج كويس وعنده امكانيات تخليه يقدم نفسه بشكل كويس وجاد وقوي. في التاريخ المصري كان في سياسيين مصريين مسيحيين على اعلى مستوى، كانوا بيشاركوا في الحياه السياسيه المصريه وكانوا مؤثرين جدا، زي مكرم عبيد باشا احد اعضاء الوفد المصري مع سعد زغلول باشا، اللي اتنفى معاه لجزيره مالطا، واللي كان مفكر ومحامي كبير، وكان وزير المواصلات ووزير الماليه ووزير التموين في 3 وزارات مختلفه، وكان عضو مجلس نواب، وكان سكرتير حزب الوفد، وكان نقيب المحامين المصريين. فضل اسم العيله ده مستمر معانا كتير جدا في عدد من الوزيرات، ناديه مكرم عبيد ونبيله مكرم عبيد، وكمان كان في فكري مكرم عبيد ده كان وصل لدرجه نائب رئيس وزراء في عهد السادات، وكان في طبعا بطرس باشا غالي ده كان رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ مصر اللي مسيحي الديانه، كان اول باشا على فكره، اول واحد يحصل على لقب باشا مسيحي يحصل على لقب باشا، وقبلها كان وزير ماليه وكان وزير خارجيه وكان وزير داخليه. تم اغتياله عام 1910، ومن نفس العيله دي حفيده الدكتور بطرس غالي وزير الدوله للشؤون الخارجيه، اللي وصل لاعلى منصب وارفع منصب سياسي في العالم اللي هو امين عام الامم المتحده. ابن اخوه طبعا بطرس غالي كان وزير الماليه برضه في عهد مبارك اللي هو يوسف بطرس غالي. وطبعا في شخصيات سياسيه واقتصاديه كتير معاصره من المسيحيين المصريين، زي مثلا المهندس اللواء باقي زكي يوسف، مهندس هدم خط بارليف، صاحب فكره مدافع الميه العبقريه اللي هدمت خط بارليف ده في ساعات. اللي عايز اقوله ان احنا عندنا شخصيات مسيحيه مصريه مهمه جدا ومؤثره في الحياه المصريه، وكمان في شخصيات اقتصاديه مهمه، وفي رجال اعمال ناجحين جدا وسياسيين. لازم كمان نتخلى عن الافكار اللي عطلت الحياه المصريه السياسيه والمدنيه ورجعتها لورا، مش بس عطلتها. بعد ما كانت مصر دوله مدنيه منفتحه جدا على العالم، فيها ديمقراطيه كبيره وفيها حياه حزبيه وفيها تجربه ثريه جدا، كنت اتمنى انه في مرشح مسيحي يترشح للانتخابات المصريه الحاليه، حد بس يبدا بغض النظر عن النتائج وبغض النظر عن الاصوات، ان احنا لازم نغير الواقع بايدينا. المفروض المرشح ما نختاروش على اساس ديني، والمفروض الوزير حتى والمسؤول ما يبقاش على اساس ديني. صحيح احنا عندنا دلوقتي في حد ادنى في الوزاره لعدد الوزراء المسيحيين، ده يعني من فتره موجود في مصر، بس الافكار دي كلها لازم تتغير. يعني المسؤول لما نيجي نختاره لازم نختار مسؤول بناء على الكفاءه بتاعته. الوزاره بقى فيها 2 فيها 5 فيها 10 مسيحيين، ما فيهاش مسيحيين خالص، كلها مسيحيين، مش ده المهم. المهم ان احنا بنختار اللي يعرف يشتغل واللي يعرف يعمل حاجه للبلد. اذا كانت المره دي خلاص عدت ومفيش مرشح مسيحي يرشح نفسه للاسف، يعني اتمنى المره الجايه يبقى عندنا مرشح او اكتر من مرشح لرئاسه الجمهوريه من المصريين المسيحيين. مين عارف يمكن حد يشوف الحلقه دي منهم ويبدا يجهز نفسه للانتخابات الجايه في 2030، ومين عارف يمكن ساعتها او يا رب ساعتها تكون الافكار اتطورت واتغيرت
ونكون مشينا اكتر نحو الحياه المدنيه في مصر. واتمنى ان مصر تكون في الفتره دي افضل بكتير من دلوقتي. ونتقابل ان شاء الله الحلقه الجايه على خير.